ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحه وعافيه. النهارده هنعمل كيكه حلوه، كيكه حلوه جدا، وعلى فكره كلكم عارفينها وبتحبوها. الكيكه دي اصلها برازيلي او مكسيكي، يعني مش وليها كذا مسمى. ليها ايه؟ ليها كذا مسمى. زي في الاصل اسمها الكيكه المستحيله او الشوكوفلان، يعني شوكولاته، كيك شوكولاته. الكيكه المستحيله، وبتدارك هنا في مصر وفي بعض الدول اسمها قدره قادر. هنعمل مع بعض كيكه قدره قادر. الكيكه دي بتتميز بنعومتها. هما بيعملوها بره بالكاستر وبالكريمات كتيره، احنا بنعملها بالكريم كراميل اللي هو ده. انا جايبه 2 باكت، وطبعا بيبقى مع الاتنين باكت 2 اللي هو العسل ده. انا مش هستعمل العسل ده، الكريم كراميل. انا هعمل كريم كراميل بالسكر عشان انا بحبه فاتح، وده بيبقى غامق شويه. هعمل ايه؟ اول حاجه هنعملها في الكيكه دي، او صينيه كيكه قدره قادر او الفلان او الشوكو فلان او الكيكه المستحيله، معايا نص كوبايه سكر اهو. احط عليهم ايه؟ 3 معالق ميه، واحطهم على النار يكرملوا. تمام، وارجع لكم تاني. انا هنا حاطه السكر عشان اكرمله على النار، ومعاه 3 معالق ميه. مش هحركه خالص الا لما لونه يغير، ما اجيش ناحيته. انا عايزه الكراميل لونه اشقر او دهبي بس، انما مش هستعمل الكراميل اللي مع الكريم كراميل. بستعمله في حاجات تانية، بس الافضل ده عشان يبقى طعمه احلى شويه. هو بدأ يغلي. انا بوريكم خطوه خطوه عشان هي للمبتدئين هيعرفوا يعملوها. بيقولوا صعبه، لا مش صعبه، تعرفي تعمليها، وجميله جدا جدا وسهله على المعده وحلوه قوي قوي قوي، ما فيهاش خطوات كتير، وكل حاجتها موجوده في البيت. خلاص هو كده بدأ يغلي. اكرمل السكر ونرجع تاني مع بعض عشان ما اطولش عليكم الفيديو. كده انا رفعت السكر من على النار لانه كرمل وانا عايزه اللون ده. طبعا الطاسه سخنه، هو بيغمق اكتر. نعمل ايه؟ انا دهنه القالب زيت خفيف جدا، هوريكم دلوقتي هنعمل ايه. انا دهنه القالب اهو، اي قالب عندك، دهنه زيت خفيفه جدا جدا او زبده زي ما انت عايزه، وهو الكراميل. وهبدا اصبه هنا في القالب واوزعه. طبعا ده بيجمد بسرعه يا جماعه. وابدا اوزعه في الصينيه كده اهو. وطبعا هسيبها تجمد. انا عايزه يعني هسيب الكلام ده يجمد. هو بدأ يجمد فعلا بالفعل يعني. ونعمل الخطوة التانية. هركن الكلام ده وابدأ اعمل ايه؟ الطبقة التانية هنجيب الكريم كراميل اهو. افضي الكيسين دول في الكازارولا. لا بضيف بقى سكر ولا بضيف حاجة اهو. سبت الكراميل يجمد، وهفضي كيسين الكريم كراميل في الكازارولا. احط عليهم ايه؟ 3 كوبايات لبن. هحضر اللبن وارجع لكم. هنا حطيت 3 كوبايات لبن ساقعين وعليهم الكريم كراميل، واقلب كويس جدا عشان ارفع الكلام ده. دي الطبقه الثانيه على النار. مش هحط اي حاجه، هو عليه سكر، عليه كل حاجه. طبعا الكريم كراميل دريم، احلى حاجه اهو. ده الباكوات الكراميل، انا الصوص انا بستعملها في حاجات كتير قوي بشكل، بزود بيها حاجات بتنفع يعني. اقلب عشان ما يبقاش فيه تكتلات، وارفع على النار. اعمل الخليط ده والسكر اللي هو الكراميل اللي انا كرملته على البوتاجاز بيجمد
في القالب. هسوي ده وارجع لكم. اهو يا جماعه الكريم كراميل على النار وانا بقلب فيه اهو. يتقل ونصبه على الخليط. ايه الخليط؟ اللي هو كرمله السكر المكرمل، الكراميل يعني. اهو يا جماعه الكراميل بارد خالص وانا سويت الكريم كراميل اهو. وعلشان اتجنب اي تكتلات هعمل كده. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا لازم اسيبه يبرد تماما، او في تكتلات بسيطه جدا اسيب الكلام ده يبرد تماما اهو. هسيبه يبرد. على ما يبرد هنعمل ايه؟ الفلان او الشوكوفلان الكيكه. احضر الخلاط واحضر الحاجه وارجع لكم تاني. دلوقتي هنبدا نعمل يا حبايبي الكيكه. محضره الخلاط. هنحط ايه؟ خليكم معايا. بيضتين درجه حراره الجو عادي او المطبخ او الغرفه. 2 بيضه. بسم الله. عليهم فانيليا. مادام حطيت البيض احط فانيليا على طول اهو. ممكن عايزه تحطي خل حطي. وكوبايه الا ربع سكر اهو. وابدا اضرب في الخلاط اما اخلي الكلام ده كريمي ونرجع نكمل مع بعض. انا هنا ضربت البيض على السكر اهو يا جماعه. عايزه اوريكم كل حاجه لغايه ما يبقى اللون كده. هنزل بايه تاني؟ نص كوبايه زيت، بس زيت حلو، زيت ذره، زيت عباد، حاجات نظيفه يعني اهو. وابدا اضرب تاني. ضربنا بقى الحاجات السايله، البيض على الزيت على اللبن على يعني الحاجات السايله، السكر. نيجي هنا بقى في المنخل، لازم الحاجه دي تتنخل. دي كوبايه دقيق اهي، عليها معلقه بيكنج باودر. يا جماعه انا ما بحبش احط ملح على الحلويات النواعم خالص. انا بحط ملح على العيش لما بخبز عيش فين، ولما بعمل قرص منين قراقيش. ده انا كده نخلت المعلقه كبيره بيكنج باودر وكوبايه دقيق. كاكاو خام، كاكاو خام اسباني. نحط ادي 1 2 3 ادي 4 اهو. وانخل برضو المواد الجافه دي. كوبايه دقيق، معلقه كبيره بيكنج باودر. ما بحطش ملح بصراحه، لا بيتي فور ولا كيكات ولا حاجه. الملح على المخبوزات. وادي 4 معالق كاكاو خام اسباني. اقلبه بقى كده. حلو قوي لما تنخلي الحاجه. دي الطبقه الاخيره. هحضر الخليط وارجع لكم. خلاص يا جماعه حطينا كده المواد الجافه اهو. الكاكاو على الدقيق على البيكنج باودر، وانا ضربت الخليط. وما تنسوش نص كوبايه الحليب تكون دافيه، ما تكونش ساقعه، تكون دافيه، مش دافيه سخنه، لا دافيه زي دافيه تقدري تمسكيها يعني. واقلب بقى الكلام ده كله اتجاه واحد. بسم الله الرحمن الرحيم. بغلي ميه علشان انا مش هحط الكيكه كده في الفرن. طبعا لازم تتقلب كويس جدا عشان ما يبقاش فيه اي تكتلات او ضيق من تحت او اي حاجه. الكاكاو يا جماعه يكون من النوع الكويس، الزيت من النوع الكويس لنجاح الكيكه بتاعتك. تضرب كويس. عايزه تحطي كاكاو افتح، انا حاطه الكاكاو المر الخام براحتك. فاتحه الفرن يتسخن قبل كده. طبعا الكيكه الكريم كراميل نشف اهو. وانزل كده. بسم الله الرحمن الرحيم اهو.
هنزل الخليط ده وارجع لكم تاني. اهو يا جماعه حطيت الكيك اهو، واخبط كده اهو. هعمل ايه؟ صينيه اصغر من الصينيه دي، وميه بتغلي هنا، حمام ميه مسخنه الفرن، احط هنا ميه بتغلي لنص كده القالب، تمام؟ احطها وارجع لكم. كده انا حطيت الميه المغليه. هحط ايه في الصينيه؟ معلقه خل علشان ما تسودليش الصينيه الالومنيوم. الفرن والع والميه اهي مغليه بتغلي، عشان دي ما بتستويش كده في الفرن على طول، لازم حمام ماء عشان فيها كراميل. هدخل الكلام ده الفرن، بتاخد من 40 ل 45 دقيقه، واخرجها واقدمها قدامكم. اهي يا جماعه الكيكه خرجت من الفرن. طبعا انا مش هقلبها دلوقتي لان لازم تبرد جدا، وبعد ما تبرد بحطها في التلاجة. بعد كده نقلبها ونقدمها مع بعض. كده الكيكه بردت تماما، سقعت خالص في التلاجة. انا بغلي ميه عشان احطها فيها عشان يعني نقلبها، او فوطه سخنه وتحطيها عليها، حاجه من الاتنين. هسخن ميه او احط فوطه سخنه واقلبها لكم ونوريها ونشوفها مع بعض. هي يا جماعه هي يا جماعه الكيكه بمنتهى الجمال. عملت معاكم كيكه قدرة قادر، يا رب تعجبكم. نفذوا الطريقه، حلوه جدا جدا، وطعمها طبعا مش ممكن بصراحه. نقطع كده. اهي يا جماعه حلوه قوي قوي، وطعمها حلو جدا، يعني مش هتندموا لما تعملوها. قلبتها ازاي؟ انا سخنت ميه وحطيت الفوطه وحطيتها على الصينيه من تحت، قلبت على طول عشان بتبقى يعني جامده من التلاجة. ما تنسونيش في اللايك والشير والسبسكرايب. دمتم بخير، والقاكم في فيديو جديد.